عمرك سألت نفسك ازاي الانترنت بيوصل لجهازك؟ طيب، سألت نفسك برضو ازاي بتكتب جوجل دوت كوم والصفحة بتفتح؟ تعال هقولك السر فين. هنبتدي هندسة بالدي اتش سي بي. الدي اتش سي بي ده معناه ايه؟ اختصار لايه؟ دايناميك هوست كونفيجريشن بروتوكول. وده بروتوكول مسؤول عن انه يوزع عناوين الاي بي على الاجهزة تلقائي. يعني لما انا معايا لابتوب او موبايل او اي جهاز عايز يربط على شبكة، الدي اتش سي بالبروتوكول يقول له اتفضل، ده عنوانك اللي هيوصلك على الوجهة بتاعتك. مين بعد كده اللي يستقبل الاي بي؟ هو الدي ان اس. الدي ان اس بيعمل ايه؟ طبعا انا ربطت على الشبكة، يقوم يجي لي الدي ان اس يقول لي ايه؟ الدي ان اس الاول هو اختصار دومين نيم سيستم. تمام. بيعمل الدي ان اس. دي ان اس هو اللي بيحول عناوين او اسماء المواقع. يعني لما انا اجي اكتب جوجل، هو النت ما بيفهمش جوجل. يعني انا عندي نت جوجل دي هو مش فاهمها. هو النت عندي مش بيفهم يعني ايه جوجل، هو بيفهم ارقام، بيفهم الارقام دي. طب هل انت بتكتب الارقام دي؟ لا، انت بتكتب جوجل فيقوم مدخلك على جوجل. انما هو فاهم ايه؟ هو عارف 8.8.8.8. تمام. فهو بيعمل ايه؟ بيحول اسماء المواقع زي جوجل الى عناوين اي بي عشان يفهمها الكمبيوتر. فاهمني؟ لما انا اجي اكتب جوجل تاني، يقوم هو يترجم اي بي بتاع الموقع هنا علشان تقدر تدخل على جوجل. حلو كده؟ مفهومة؟ يعني باختصار هو المترجم بين اسم المواقع والعناوين الرقمية. بعد كده يدخل معانا البطل الثالث وهو النت. النت هو نتورك ادرس ترانسليشن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دي آلية داخل الراوتر برضه. بتعمل ايه بقى؟ بتخلي كل جهاز جوه البيت او في الشركة يطلع على الانترنت من نفس العنوان العام. يعني كلنا بنخرج من نفس البوابة. اظن دي مفهومة. يعني انا عندي وليكن في موبايل، عندي لابتوب، عندي كمبيوتر. انا دلوقتي من الاول خالص ربطت على الشبكة بايه؟ بالدي اتش سي بي. بعد ما ربطت على الشبكة، مين اللي دخل معايا؟ الدي ان اس. لما جيت اطلب عنوان معين زي جوجل دوت كوم، هو عمل ايه؟ حول كلمة جوجل بتاعتي للاي بي اللي يفهمه النت او اللي يفهمه الكمبيوتر. فدخلت على ايه؟ على النت عادي. طب مين اللي عداني من مرحلة ان انا معايا اي بي عام وعايز اطلع بيه على النت، عايز اشوف العالم الخارجي؟ يجي هنا مين؟ النت. ودي الآلية اللي بتخليني انا اشوف العالم الخارجي. في النهاية وببساطة احب اقول لك ان الدي اتش سي بي يدي لك العنوان، والدي ان اس يوصلك لطريقك. طيب والنت يطلعك للعالم. تمام. وخلينا فاكرين ان الثلاث حاجات دول بيدوروا جوه حاجه واحده بس، هي الراوتر. انا محمد العشري. لو عايز تفهم شبكات بطريقه سهله وبدون تعقيد، تابعني. باي.